شفنا قصص نجاح كتير. ما كانش في بالي طب اسنان اصلا. كل ده أثر طبعا على دكاترة السنان. ناس كتير ابتدت تهرب من المجال. هتعمل ايه لما تقابلك مشكله مع عيان؟ لسه فريش جراديويت ولسه متخرج، لسه ما اعرفش حاجة. انت جاي تستفيد اكتر ما انت تفيد. يعني اتطحنت في الأول في البداية. فين التكنيكال سكيلز بتاعك؟ ما تدخلش ابنك اسنان. اوعى اوعى. أي دكتور شاطر لازم يبقى عنده 3 مقومات. صدقني مش هو ده اللي هينجح لك عيادتك بس. الأجهزة بتتغير. انت عملت ايه عشان تواكب التطور ده؟ بيصيبك احباط ابن لذينه ان انت خلاص مش عايز اكمل. انت ايه رأيك في قصة الشراكات؟ العيان بيروح للدكتور الأشطر ولا الأشهر؟ انا بتكلم كماجوريتي على ناس لسه متخرجه. وهتعمل ايه؟ لو احنا افترضنا ان احمد الريدي لسه خريج النهارده، ايه النصيحة اللي تديها له بعد خبرتك دي كلها؟ الدكاتره احنا صنايعيه، احنا يلا بنشتغل يا باشا. بايدينا. مساء الخير، انا كريم حجازي وده بودكاست تراي جروب. بس النهارده احنا مش هنتكلم عن تراي جروب. فكرة البودكاست ده ان احنا نعمل سبوت لايت على دكاترة نجحت، دكاترة بدأت معانا مشوارها من البداية. احنا بحكم مجالنا احنا شغالين في مجال الأسنان ده من 2001. شفنا قصص نجاح كتير من أول ما كانوا طلبة، بعد كده بقوا في امتياز، بعد كده فتحوا عيادة، فتحوا مركز، فتحوا 2 3 وكبروا وحققوا الأحلام اللي هم كانوا بيحلموا بيها. فمؤخرا ابتدى يبقى في موجة كده موجودة لدكاترة الأسنان بتقول إن دكاترة السنان بقوا كتير قوي، الأسعار الماتيريال زادت قوي، بقى في كرايسيس بتحصل زي كورونا وزي مواضيع الدولار والاستيراد والكلام ده. كل ده أثر طبعا على دكاترة السنان وخلى بقى في دكاترة سنان كتير موجودين في السوق تايهين ومتخبطين، مش عارفين يبقوا يكملوا في المجال ده ولا ما يكملوش في المجال ده. زائد ان بقى في كليات طب أسنان كتير جدا موجودة دلوقتي، تقريبا أكتر من 70 كلية موجودين النهاردة، بيخرجوا كل سنة على الأقل من 300 ل 500 طالب في الدفعة الواحدة. فبقى عندنا أرقام مهولة في طب الأسنان. فناس كتير ابتدت تهرب من المجال، ناس كتير ابتدى يبقى عندها شكوك هيكملوا ازاي في وسط الأعداد الكبيرة دي. بس احنا في تراي جروب بنقول إنه لسه في أمل، ولسه في أمثلة ناجحة موجودة في السوق وموجودة في الماركت شغالة ونجحت، وإحنا كنا شاهدين وجزء كبير من النجاح بتاعها. النهاردة مشرفنا ومنورنا واحد من أهم الدكاترة ومن ألمع الدكاترة في السويس، دكتور اشتغل على نفسه جامد جدا الفترة الأخيرة، ومن بداياته إحنا يعني مشاركينه كل لحظات النجاح بتاعته. الدكتور ده بدأ بعيادة واحدة، ابتدى يبقى عنده مركز و2، وإن شاء الله بلاننج يبقى عنده أكتر من مركز، وفي عنده خطط تانية للتوسع كبيرة جدا في السويس وبره السويس إن شاء الله. الدكتور هو دكتور أحمد الريدي، دكتور أخصائي علاج جذور ورئيس اللجنة العلمية في النقابة بفرع السويس، ومن الفاوندرز بتوع عيادات الريدي SAS. أهلا بيك يا دكتور أحمد. اهلا بيك. نورني. عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ أنا عارف إن إحنا أول مرة نخش بودكاست أيوة. ونصور لا بس هنبقى والقصص جامدين دي ايوه. ف يعني ايه، عايزين نسهل على بعض. انا معاك. عايزين نبدأ معاك كده رحلة النجاح بتاعتك من أول زمان، أول ما دخلت الجامعة، بعد كده عملت إيه، دخلت في إيه، وصلت لإيه، والنهاردة ما شاء الله أنت واحد من ألمع الناس اللي موجودين في السويس. ربنا يخليك يا رب. فعايزين نرجع ورا شوية وتقول لي كده، أول ما دخلت طب أسنان أنت كنت حابب أصلا طب أسنان، مش حابب طب أسنان؟ إيه اللي دخلك السكة دي؟ ما كانش في بالي طب اسنان اصلا يعني تمام. كانت الدماغ رايحه في مزيكا وفي حاجات كده. احنا بنتكلم بقى في زمان خالص يعني. و... وكنت المفروض ان انا يعني هخش صيدله اصلا كمان يعني بعد كده هخش صيدله. يعني انت ما كنتش غاوي؟ لا اسنان ما كانتش موجوده في الصوره خالص ولا في البرواز. تمام. وبعد كده لما دخلت لا حبيت فكره البراكتيكال بتاعتها. يعني ابتديت احب الاسنان لما نزلت العيادات في الجامعه في سنه رابعه بقى. انت بتنزل الكلينيك، هو ده اللي ابتديت احبه. يعني لكن قبل أولى كده ما تانية كنتش تالتة. مهتم لا GPA ولا لا ما كنتش الناس دي خالص. مش اللي بتمسك الورقه والقلم وقاعده بتذاكر نهائي خالص. بس لما لقيت بقى فكره البراكتيكال والكوميونيكيت الدايركت بينك وبين البيشنت، مش مع الدامي هيد ومع الورقه والقلم. لا رحت
يعني رحت واتجهت وحبيتها للاسف. ابتديت تحب قصة أسنان للاسف طبعا. واضح إن هي خدت منك ما كتير. انت يعني كفايه الالام اللي بتجيلك في موضوع الظهر، ولا بتاخد منك حاجات كتير قوي يعني، مم. بس هي انت بتحبها. تمام. طيب عدينا فترة الجامعة زي ما حلوها ومرها ودكاترتها والعمل اللي فيها وكل حاجة، وصلنا لحد مهم. امتياز. بعد امتياز بتهيألي بيبقى في عندك طرق كتير قوي تتحرك فيها. يعني في مظبوط. ناس تقول هجهز عيادة جديدة، هفتح عيادة. في ناس تقول لك لا انا ما عنديش الخبرة الكافية، فانا محتاج اشتغل مع دكتور او اشتغل مع حد كبير مهم. اتمرن. مهم. وفي حد يقول لك لا انا اشتغل في الكارير وفي بتاع ناس بتروح البيزنس. تفتح وانس ان هي في معاها اه الامكانيات اللي هي تروح وفي, تفتح بيها، وفي تروح ناس تفتح على طول. مظبوط. وفي ناس بتقول لا انا اتجه للبيزنس وهروح اشتغل في شركة او هسافر بره اصلا مش هكمل حصل هنا. حصل. فانت اخترت الكارير بتاع افتح عيادة، اكمل في عيادة واكبر العيادة واشتغل على نفسي، وابتديت تمشي في السكة دي. بص، هو على حسب مؤهلاتك ايه. مم. يعني هل انت شايف نفسك ناجح كبزنس مان فتروح تتجه في تصنيع او في استيراد او انت شايف نفسك حد تالنتد جدا في فكره الديزاين للمعامل اللي موجوده دلوقتي وحد كرييتيف جدا. لا، مم. انت شايف نفسك دكتور وده دراستك وده، فهتتجه. يعني على فكره انا حاولت في موضوع التصنيع ودخلت في فكره الفايل. الكلام ده كان في 2000 يا في قصة فايل. ايوه في 2012. يا نهار ابيض، يعني يعني في انت فكرت في 2012 الفكرة دي من ورحت 2012؟ مصانع حديد وسافرت المنصورة وبورسعيد وكنت عايز اطلع اطنان لحاجات، وكانت دماغي رايحة مش رايحة ان انا اكمل في بس الناس الاسنان. بتسافر الصين مش بتسافر اما بورسعيد. الصين دي لسه، لا دي حديثا دي. يعني بس 2012 كان عندك الف- الفكرة بتاعت الفكرة بتاعت اني اصنع فايل. وعطلت في الاخر على الماتيريال، ازاي تجمع الماتيريال، لان بيبقى ليها مواصفات معينة الفايل. لازم برسنتج مختلفة من الستانلس ستيل ولا بلا بلا والحاجات اللي اكيد حضرتك عارفها دي. تفاصيل. بس مم. ف... فعطلت بقى في فكرة التصنيع هنا، ودخلت فترة في فكرة السكرابات، وبرضو ما تصنيع سكرابات ان احنا نصنع سكرابات ونتجه فيها، لحد ما لقيت ان انا درست اسنان. مم. انا اتعلمت اسنان. انت حبيت اسنان. وغصب عني فعلا حبيت اه اسنان. يعني هو بغض النظر عن ان انت درست ودخلت في مجال الاسنان، بس انت لو مش حابه كنت ما زمانك هي دي غيرته. الفكرة بقى، احنا بدأنا الأول، بدأت إن أنا أشتغل على نفسي فعلا في مم. الأسنان، لما لقيت إن أنا مش عارف أفلح في في الناحيتين الاتجاهات التانيين. الاتجاهات التانية دي. رحت بقى اشتغلت فترة مع دكتور محمد يحيى في المهندسين. في في القاهرة المهندسين هنا. يعني قعدت كنت بتيجي من طبعا. السويس. لا، ما كنت كنت قاعد هنا الاول بحاول اترين على نفسي، يعني كان في مكان هنا بترين على نفسي فيه. مم. في عباس العقاد كان السكن التاني يعني، بس انا كنت بحاول بقى ان انا رحت المهندسين، كان المهندسين لمدينة نصر. وكنت بروح مكان تاني وده كان بالنسبة لي الأحلى، والناس كانت بتستغرب. مم. عزبة الهجانة. 4:30. انت 4:30، الله الله يفتح عليك. عليك، تحت الكوبري كده، وتخش بقى ايوه. وتتعامل يعني مع كل طبقات المجتمع. بس انت ليه ما بدأتش في السويس يعني؟ حتى انت ساكن في السويس، عيشتك خلينا كلها في منطقيين، يعني السويس. انت بتتكلم اولا واخيرا في القاهره، هو السوق الكبير، مم. المدرسه الكبيره. فتره الامتياز برضو، ما انا كنت في القصر العيني وعين شمس والازهر، فكنت لازم الف اللفه دي. في مم. الفتره دي انت هتعمل ايه بالليل بقى؟ ما كنتش بتنطط قد ما انا حلو. كنت بروح العيادات، وببداها في كل حاجه يعني مع دكتور محمد يحيى. يمكن بعتز بيه هو يعني روحانيا كمان، يعني ده هو اول حد انت اشتغلت اول حد معاه اشتغلت او معاه. نزلت اه معاه تمرين يعني؟ وبعد كده يعني برضو دكتور محمود مع الدكتور محمود العنكيلي اه في برضو. السويس بتهيألي. لا، الدكتور محمود القاهرة. العنكيلي في القاهره وفي بي يو اي. بي وي ما شاء الله. الدكتور محمود العنكيلي يعني ما شاء الله عليه يعني. مم. فدول كانوا الاباطره بالنسبه لي، حتى في طريقه الديلينج مع البيشنت، مع توجه النصيحه وخلافه يعني. مم. فقعدت اتنطط من هنا لهنا علشان خاطر بس احصل على الكوميونيكيشن سكيلز، او ازاي تتواصل مع الناس. دي حته تالنتد جدا، يعني دي مم. فايداني لغايه دلوقتي. هتعمل ايه لما تقابلك مشكله مع عيان؟ انا كنت ببقى واقف ماسك السكشن مثلا مع دكتور محمد، انا بشوفه بيتعامل ازاي، وتعلمت فعلا. مم. ازاي لو راجل متعصب هتمتص غضبه، ازاي لو مدام اتاخرت وانت حاله انت متضايق منها ومش عايز تبين ان انت متضايق، هتعمل ايه؟ مم. يعني انت عايز، ما انت لازم حاجات تسيطر عليها وانت مش قادر على اخر.
الحاجات دي لا بتفرق، فرقت معايا جدا. ادركت ده امتى ان هي فرقت؟ النهارده. يعني الفتره دي اللي ادركت ان الحاجات اللي كانت من اكتر من 12 سنه فرقت. طب وكنت ساعتها بتاخد اجر لا لا للاسيستنت ده؟ لا لا، ما كنتش باخد، مفيش؟ ما كانش فيه خالص. يعني كنت بتدفع فلوس من جيبك؟ عزبة الهجانة كان ممكن شوية عشان المصداقية، وطبعا كنت بشتغل بايدي، انا اوبريتور بقى في يعني الهجانة؟ فعشان كده كانت مكان متعة بالنسبة لي. ما انت هي كانت صيدلية حسيت بقى تحت وفوقيها بنفسك. مركز كده فوق، صيدلية دكتور رفعت. مم. انا فاكر الكلام كان اصل في ناس دلوقتي، انا ليه سألتك على موضوع الاجر ده، في ناس مم. دلوقتي بتقول لك يعني الدكاترة بتستغل الدكاترة الكبيرة اللي اوريدي شغالة وعندها حالات وفلو وبتاع، بتستغل الدكاترة الصغيرة ان هم بيجيبوهم ما اديهمش فلوس او اديهم اجر رمزي يعني. فانت ايه رأيك في ده؟ يعني انا لو لسه فريش جراديوت ولسه متخرج لسه ما اعرفش حاجة، هروح عند دكتور كبير اتعلم عنده، هل المفروض اطالب بفلوس في الاول بيكون ولا؟ لا يعني خلينا منطقيين، انت جاي تستفيد اكتر ما انت تفيد. يعني اكشلي انا عندي اسيست موجوده، مم. انا جايبك علشان تكون معايا. انت هتديني، يعني هتديني ان انت تبقى واقف وبس انت الكسبان اكتر. ممكن يبقى فيه بقى مراعاة معنوية، مم. يعني بتراعي الدكتور ده ان هو فعلا يبقى معاك، ما انت برضو ما تخليهوش يمل وينفر. يعني ما مظبوط. يبقاش قاعد اكتر من 6 شهور وانت بتقول له انا مش همسكك حاجه، يعني مش هتبقى معايا في التيم ده لسه، انت مش عارف ايه. لا ده انت ما تاخدش امبريشن مثلا. ليه؟ طيب ما هو جاي لك مم. شغله برضو. يعني هي يعني نبعد عن الاجر المادي، بس في اجور تانية على فكره بتتصنف وبتبقى اولويات عند الدكاتره اللي لسه بتترين. مم. قدرني معنويا يعني، اكيد. يا سيدي الفاضل شجعني. مم. مم. مش فكره تارجت مادي وبس، مظبوط. وبعد كده الماده جايه الفلوس يعني كده كده هتيجي. جايه يعني. الفلوس كده كده هتيجي. طيب انا برضو عندي يعني من خلال الفترة الكبيرة اللي احنا شفناك فيها، مهم. احنا اتعاملنا مع دكتور احمد الريدي من ايام ما كان طالب. احكي لك انا بقى. دكتوره ساره، احنا الاس اي اس اللي قلتها في الاول دي دكتوره صفاء سعيد، ودي اخصائيه جراحه، والايه اللي هو احمد انا، ودكتوره ساره سيد اخصائيه البيدو او الاطفال يعني. تمام. كانت وهي طالبه، كانت هي في جامعه اسماعيليه دكتوره ساره، وهي اللي جابتنا عند دكتور ايهاب حجازي. رحنا اه اول التعارف عند دكتور ايهاب السنة حجازي. كام؟ الكلام ده كنا في 2012 2013. تمام. و كان بقالنا تقريبا شغالين بقالنا 10 سنين او 11 سنة. 11 سنه بالظبط. رحنا للدكتور ايهاب بقى، وتعرفنا ساعتها عليه. يعني على فكره ما كناش رايحين لتراي جروب، الدكتور يعني ايهاب. احنا رايحين اه لدكتور ايهاب ده حجازي. براندنج، انت فاهم بيرسونال براندنج. رايحين لدكتور ايهاب دي حجازي. حقيقة، دي حقيقة. وهو بقى اللي قعد ازيكم وبتاع، قعدنا يعني اتعرفنا عليه، وهو اب روحي جميل يعني، ربنا يديله الصحه يا رب. ربنا يكرمه. وبدأنا بقى فكرة ان احنا التلاتة، انا ودكتورة سارة ودكتورة صفاء، نفتح مع بعض حاجة. لما لقينا نفسنا لما رجعت انا السويس، هما اشتغلت برضو من السويس؟ هما من اتنين من السويس، السويس. تمام. وكانوا شغالين برضو مثلا في اماكن زي مثلا الخلفاء الراشدين، السيد البدوي، دي اماكن زي جمعيات خيريه ده في السويس ومستشفى برضو؟ في تمام. السويس، وعين الحياه وانا بقى نزلت كمان في كذا مستشفى هناك، وفي الامل والسماد. بص اماكن كتير، نزلت في اماكن كتير قوي. يعني اتطحنت في الاول في البداية لا لا لا، كان لازم لحد ما قدرت تقول لازم انا لازم. عندي الخطوة، عايز اخش قعدت الخطوة سنتين دي. بشتغل عند الناس وبلف. مم. لازم. وفي الجيش كنت كان جيشي اسبوع واسبوع. كنت الاسبوع اللي بنزله اجازه روح كنت اشتغل. بنزل اشتغل. صح. يعني كانت الناس كان ساعات بيصعب عليا نفسي كده، كل اللي نازلين معايا، اللي رايح دهب، اللي رايح شرم الشيخ، انا رايح العيادة. انا رايح العياده، فاهم؟ بس والله كنت مستمتع في التوقيت ده جدا. هو التعب اللي في الاول ده هو اللي بيخليك بعد كده تعرف تحط رجلك في حتة صح. بس وقد كان بقى لقينا نفسنا ان احنا كتيم ورك حلوين، مم. عارفين نشتغل، وكلنا تخصصات مختلفة عن بعض. طبعا فكرة تخصصات في التوقيت ده في محافظة السويس كانت كانت جديدة، قليلة. وكانت حاجة جديدة. مم. يعني كان في ناس معرفة مثلا لاخواتي يقولوا لك ده مش عايز يشتغل معانا يا عم، ده بيتنك علينا لا مم. مش لا ده بيد وده اطفال، مش انا مم. اللي هشتغله. حد دي تاني. جراحة مش بتاعتي. مم. يعني قعدنا فترة على بال ما الموضوع بقى خلاص بقى هو ده الطبيعي في الوقت الحالي طبعا، مم. ومن 3-5 سنين كمان يعني فاتوا انت بقى هناك الوضع بقى طبيعي. في 2012
ابتديت تجهز اول عياده ليك ولا ابتديت؟ لا، ابتدينا بالظبط التجهيز العياده ده في انت خريج كام يا 2014. دكتور؟ 2012. 12. اه انت خريج 12 2012. واشتغلت في فتره قد ايه اخدنا بقى من مع الناس عند 2012. الناس؟ ما هو بالظبط من 2012 ومن قبل 2012 كمان كنت بشتغل وانا في الامتياز. تمام. ونزلت بعد كده بقى افتح العياده بعد الجيش مباشره، اللي كان في هو كام؟ 2014. 14. قعدت سنتين اه تقريبا اه بتشوف العيادات ماشيه ازاي، بتشوف بتشوف وبتتعلم طبعا وبتفهم اكيد. طريقه تعامل العيان، بتفهم كمان حاجات تكنيكال كتير بس في هي ناس مش اول ما عندك. بتتخرج بتفتح، مش فهل هتكمل. شايف ان ده مظبوط؟ لا خالص طبعا مش هتكمل. فين التكنيكال سكيلز بتاعتك؟ انا يعني هقول لك حاجه، بس قول كان طيب. من برضو من الناس اللي احنا قول. شفناهم. كان في دكتور اول ما اتخرج فتح عياده، مم. فانا سالته بقول له يا دكتور طب انت هتشتغل ازاي؟ يعني انت مم. هل انت اللي انت خدته في الجامعه وتعلمت، وحتى مهما خدت كورسات، هل انت تقدر تفتح عياده وتدير العياده وماتيريالز واجهزه وصيانه وتفاصيل كتير جدا يعني؟ مم. قال لي انا جاي كل المعيدين اللي شغالين معايا اللي ما عندهمش الامكانيات الماديه ان هم يفتحوا عياده، فانا جايبهم يشتغلوا معايا وبتعلم منهم، بس بتعلم منهم في عيادتي. النهارده هو ما شاء الله هي واحده ست يعني، بقت حاجه بقت ما كبيره. شاء الله حاجه في المنطقه هي بتاعتها رهيبه بس ارجع واقول لك برضه وسناتر هي كده ما وعيادات. بداتش لوحدها. ما بداتش لوحدها لا. ما بس ينفعش. اقصد يعني انه لازم يبقى في حد ما تسند هي عليه، عرفت لازم. موضوع التيم ورك ده. ما على مظبوط. فكره، ما لو جيت بصيت لاي قصه نجاح حد فعلا وصل، مم. هتلاقيه ان هو ما بداش لوحده. لوحده. لازم، اصل احنا مجال الاسنان بقى كبير قوي قوي. مم. يعني في الاول خالص كنت بتتكلم على مم. فكره ان عدد العدد الجامعات وعدد اطباء الاسنان. مهول. معلش انا اسف، يعني هي دي هو ده الراي الرائد. السائد دلوقتي. مم. السائد في مم. الوقت الحالي. وما تدخلش ابنك اسنان، اه اوعى. اوعى اهرب. والدنيا بقت كبيره دي ومليانه حقيقة. وخلي بالك وبتاع. انا للاسف ضد الراي ده. ما هو زي ما النهارده زي ما دكاتره الاسنان بتزيد، ما انت عندك تعداد السكان بيزيد. يعني وعندك في هتروح، ما انت يعني انت برضو امبارح بلاش انت النهارده اتفتح لك مجالات ما كانتش موجوده في 2012. يعني صحيح ديجيتال. موضوع الديجيتال. انت دلوقتي بقى عندك دكاتره اسنان ديزاينر بس هي دي وظيفتهم. اه وبياخدوا وشغال في العالم وبيتحاسبوا كله، بالديزاين الواحد. وفي العالم كله يعني يعني كمان بيبعت الديزاين وهو قاعد لدول في تانية. البيت، يعني آه. باقل ايفورت بيتحاسب. ده ما كانش موجود مثلا. مم. لو هنيجي نتكلم في قصه السناتر اللي بقت موجوده كتير، بقى كل دكتور بيقدر ان هو يعرف يتنطط من مكان لمكان، وبياخد البرسنتج بتاعته، سواء بقى متفقين مختلفين عليها، بس المهم مم. ان هو عارف يتنطط. ما كانتش الحته دي ما كانتش موجوده. مم. يعني قبل كده ما كانش الكميات هو دي عنده كانت موجوده. سبيشاليتي معينة زي الأورسو مثلا، روح زي اتخصص واجتهد واثبت نفسك جراحة. وهتعرف وافتح بعدها. مم. يعني مم. انت لا انا شايف ان في فرص احلى من قبل كده دلوقتي من التوقيت اللي هو كان اللي انت في فتحت فيه. بس. مم. طيب يعني انت في 2014 بدأت رحلتك، قلت هبدأ بسم الله يلا بينا. هنبدأ وبدانا أول بقى، وبدانا عيادة على فكره اس اي بكرسي. اس، كرسي بدانا يونت اس واحد. اس دول بداوا بكرسي. مم. كرسي اسنان، وكنا جايبينه ساعتها من تراي جروب طبعا. برضه هتروح فين؟ لا. بس هتروح وجبنا فين؟ كرسي، والحمد لله بعد حوالي سنه ونص جبنا الكرسي التاني. مم. بعدها بسنتين الدنيا ابتدت اهو محتاجنا تتحرك بقى شوية. اطباء اكتر. رحنا جبنا كرسيين كمان قصاد بعض، بقى المكان بقى فيه 4 كراسي واحدة ورا التانية. فتحنا فرع تاني، وجبنا برضو طبعا ار ان برضو اكيد يا تاني. باشا، انت الار ان هي هتروح الار فين ان انت؟ لا الصراحة بس. تمام. فجبنا برضو من هناك، والدنيا كبرت والفريق كبر، وبقينا الحمد لله 16 دكتور. يعني ما انت دلوقتي ما شاء 16، ما الله انت في بتكبر، 16 ما انت دكتور ما غصب شاء عنك الله. عمال تكبر في التخصصات. مم. اورسو غير امبلانت غير تركيبات ثابته، تركيبات متحركه، بيدو. يعني زمان ما كانش فيه ثقافه اي الاطفال دي حد خالص. بيشتغل الاطفال خالص. انا عايز اقول لك ان انا متعقد من دكاتره السنان بسبب وانا طفل كان في دكتور اللي رحنا له بقى ساعتها تمام. حقن وبتاع ولا عذاب، فانا ما بحبش يعني اروح لدكتور السنان لحد ما فهمت وكبرت وفهمت الدنيا بتمشي ازاي والموضوع ماشي مفيش حاجه ازاي اسمها بتاع واشتغلت كله معاه. ده. لا لا كان هو زمان كان كان متعصب دكتور. جدا ومش قادر يحتوي الطفل بيعيط. طب ما الطفل بيعيط ده ما انت لازم اوكي. تحتويه، لازم تلعبه، لازم يبقى فيه شوية حاجات تخليه عرفت نفسيا ده تهيئه اللي بتكلم عليه في للبس. موضوع ازاي تاخد يعني مش تاخد التالنت، ازاي تتعلم تديل
ده لوحده في فتره ما انت بتتدرب. يعني انت بتبقى فوكس بس على فكره التكنيكال سكيلز. انا عايز اتعلم الكومبوزيت ده بيتعمل ازاي، انا عايز اتعلم الريدكشن بتاع الكراون ولا البرد هيتم ازاي. انت داخل فوكس على ده. على فكره صدقني مش هو ده اللي هينجح لك عيادتك بس. هو ده مهم طبعا بس مش بس. في حاجات تانية، في عوامل مساعده بقى كتير. انت اسلوبك ايه، بتحتوي العيان بتاعك ولا لا. حد زي سيادتك بتقول لك بتقول لي انا عندي بانيك من الدكتور بسبب مش عارف ايه، ما ينفعش افتح بقك هديك الحقنه. طب ما هو طبيعي انت جاي لي مقفول. اصل بص حط نفسك مكان العيان موجوع جاي لك هتحط ايدك في بقه. يعني بص هو جاي مش طايق هيدفع فلوس. هو جاي مش طايق نفسه، جاي تعبان مش قادر، جاي وارم يعني كمان هتبقى دكتور اتم. صحيح. يعني فاهم اللي هو جاي مش طايق نفسه. صحيح. طيب احنا مشينا في رحله بقى من ساعه ما بدات وبدانا العياده SAS. حلو SAS ده هو يعني. ما هو اللي كان اخدنا عارف حرف من كل حد كده ومشينا وبدأنا العيادة بتاعتنا والدنيا ابتدت تمشي وتتحرك وما شاء الله العيادة بقت عيادتين 3 المركز التاني والحمد لله ما شاء الله. انت مسيطر على السويس انا عارف يعني. لا مش كده بس ربنا يكرمك. لا ما تعملناش مشاكل يعني. ما شاء الله يا سيدي اهو ماسكين الخشب وبنقول ما شاء الله. والله. انا في اعتقادي ان اي دكتور شاطر لازم يبقى عنده 3 مقومات او ال3 لازم يبقوا مجتمعين عنده. اولا knowledge، لازم يبقى عنده علم. أكيد. لازم يبقى بيتعلم على طول. لازم يبقى في حاجة عنده عايز يابجريد. بالظبط. دي حاجة. تاني حاجة الماتيريالز اللي بيستخدمها أكيد لازم تبقى ماتيريالز فعلا كويسة. أكيد. علشان يعلي الكواليتي بتاعت الشغل بتاعه. تالت حاجة أجهزة تساعده بقى في إنه هو يشخص مظبوط، يسهل عليه مثلا موضوع الاندو، يسهل عليه السكاننج. يعني لازم الأجهزة بتاعتك تساعدك في البروسيجر بتاعتك عشان تخلص مظبوط وبكواليتي عالية. انت في ال3 نقط دول اكيد اتوفروا عندك في المراكز بتاعتك. ازاي بتهندل ال3 دول؟ بص هو الاول يعني طول ما احنا كنا عمالين بنديفلوب فكره ان احنا نجيب كرسي نكبر الفريق، كنا فعلا عمالين نفكر ازاي هندي كورسات ايه، هنبدا بايه، عايزين نشوف ايه الجديد نزل. موضوع الماتيريال يعني خلينا نتكلم عن نقطه. طيب. اول نقطه النوليدج. ازاي بتعلم فريقك؟ انت اصلا اخدت ايه؟ اتعلمت ايه؟ اتعلمت ازاي؟ انا اول حاجه علميا اخدتها كحاجه من جامعه اسماعيليه اللي هي دبلومه الاندو. تمام. ده اللي بدات بيه. تمام. وبعد كده بقى اشتغلت كورسات كتير لحد ما اقتنعت ان هو لا هو تمام. انا دلوقتي عايز اكمل في فكره الحشو العصب. في بقى المكان بتاعك لازم يكون بيقدم كل الخدمات مظبوط. يعني طبعا. يعني فانت مش شاطر في الامبلانت، هتجيب حد امبلانت يكون شاطر زي الدكتور اللي كنت بتحكي عليها في الاول. بتجيب ناس، جابت ناس استاف جامعه، ناس شاطرين، ناس مجتهدين واشتغلوا واتعلمت منهم، ومش هتلاقيها بتشتغل كل حاجه. لا خالص. يعني هي ممكن بتاخد بس الاوتلاينز بتاعت كل حاجه، بس هي هتلاقيها بتاعت حاجه معينه، هي سواء السبيشاليتي بتاعتها يعني او التخصص بتاعها وماسكه فيه. مظبوط. الحاجه التانية لو هنتكلم على الماتيريال لازم بحر ده بقى ده كبير. يعني انا من وقت للتاني كل ما انزل مثلا اروح للشيخ محمود ترند الشيخ محمود. الشيخ محمود ده لوحده الشيخ محمود. يعني عايز اقول لك هي بتبقى فسحه وانا رايح للشيخ محمود يعني شوبينج. والله والدكاتره بتبقى عايزه تروح يلا هنشوف بقى هنجيب ايه. هو شوبينج فعلا. صحيح. الحته دي فيها بيقول لي ان في حاجه لا ده نزل منه حاجه جديده. فبيبقى مثلا جنبي دكاتره تيجي تقول لك لا انا مش عايز حاجه جديده، لا انا بقول له اديني اشوف ده ايه. طب هل انت برضه كويس في حته الماتيريال دي بالذات؟ معلش يعني هقطعك. في ناس بتعمل كاتيجوري للاسعار عندهم في العياده. في ناس تحط سعر يقول لك انا بشتغل باللو بادجت للعيانين اللي مش قادرين، وبشتغل بميديم بادجت للعيانين اللي معاهم فلوس شويه، وحاجات هاي اند. هل انت بتقدر تعمل كده ولا عندك ستاندرد انت ماشي بيه ما بنزلش عنه؟ بص يعني هو ستاندرد يعني مع ان انا مع فكره الفئات، بس والله روح افتح لفئه واحده، ما تقعدش تلعب بالماتيريال جوه قلب المكان اللي انت فتحت فيه. يعني انت فتحت ده خلاص انت خليك بالستاندرد. ده معناه ان انت بتسلكت البيشنت بقى.
يعني ما هو انت لازم بتسلكت البيشنت يعني انت كل مرحله وبتسلكت فيها البيشنت. يعني احنا مم. في الاول الكلام كنا بنقول ننزل فين، عزبة الهجان، مم. وبعد كده السيد البدوي، وبعد كده دول الخلفاء مش الراشدين. هينفع تشتغل بيهم بماتيريال غاليه. اكيد، لان انت بتقابل يعني منتاليتي كمان مختلف. مم. فانت هتتعامل مع المنتاليتي على حسب هي ايه. مم. يعني ما تروحش تكلم حد بسيط باكسبريشن انجلش طول الوقت. مش هيفهمك. يبقى انت جاي بتتكلم ليه؟ مم. وفي نفس الوقت في كاتيجوري معين عند مرحله معينه انت عايز اقل ايفورت باحلى كواليتي باحلى ماتيريال. ما هو ده بكوست. طيب انت بتختار انهي سيجمنت تشتغل فيها دلوقتي، ولا انت هي لا هي السيجمنت اللي انت هتشتغل عليها، انهي سيجمنت اللي هي بقى؟ خلاص انت بقيت في الكلاس A او بي بلس A ماينس مثلا. بس انت خلينا بتهيالي واقعيين بحكم كمان ان احنا في محافظه السويس. متهيألي انت يعني في سيجمنت كبيره انت مش ما بتجيش جنبها بقى، اللي هي السي والسي بلس والحاجات دي. يعني مش عايز ابقى عنصري يعني، بس هو الفكره ما هو كلها. ما احنا لازم تقسم لا، السيجمنتس ما هو بتاعتك اللي انت السيجمنت اللي تشتغل ما بيها. على حسب قلنا المراحل. يعني انا في مرحله ان انا دلوقتي عندي حاجه و20 سنه، فقدر يعني ابذل ايفورت كبير جدا واشتغل عندك حاجه و20 سنه؟ لا انا بقول لك في التوقيت يعني. ايوه. لا مش هكذب في دي ايوه بس انت دلوقتي. اديك 18 ماشي. ماشي، ايوه ماشي. ايوه، ارفع ماشي. معنوياتي كده. لا، ف في فتره وانت في العشرينات الايفورت بتاعك مش زي ما انت في الثلاثينات. مظبوط. يعني انا دلوقتي اصل كلام هو كلاس مظبوط. سي مثلا، مش عيبا فيه يعني، هو كلاس سي، هو يعني هيدفع قليل بس عدد كبير جدا من الناس. اه تمام، طبعا. ده محتاج طاقة وقوة ومحتاج حاجات كتير قوي، مم. وعدد ساعات عمل جبارة عشان مم. في الاخر تقدر تطلع مكسبك. اه ما طبعا. تمام. كلاس بي لا، انت هتبدأ تقلل الايه، الايفورت الكوانتيتي بتاعك. شويه وتقلل الايفورت الله شويه ينور. وتعلي فده محتاج، ده مرحلة البرايسنج عمرية بقى شويه. مختلفة يعني. وطبعا الماتيريالز ما احنا برضو لازم نوضح للناس ان بص، هو انت البرايسنج ده اصبح عندك معتمد اعتماد حالة كلي تشبع. على السعر بتاع الماتيريالز والاجهزه الاكويبمنت اللي ما انت هو انت جايبها. بقى بتوصل لمرحلة انت عندك حالة تشبع من ان انت عايز تستعمل الماتيريال الكويسة، فبتضطر تتعامل مع الفئة او السيجمنت العالية. مم. لان انت كمان خلاص، انا عايز اشتغل يعني خلاص، يعني انا تعبت كحرطة ايوه. يعني. يعني محتاج بقى تعبت ايه؟ تجارب. اروق يعني شويه. انا عايز بقى خلاص، انا عايز آه. اشتغل بانضف انواع الماتيريال، انا عايز اشتغل في احسن اتموسفير. بس في فرق بين عايز وفي فرق انا ما هي ما السنتر بتاعي ماشي كده ايوه، ما هي دلوقتي. خلاص المرحله حتمت عليك كده. خلاص انت هي دلوقتي المرحله شغال حتمت ايه؟ عليك، سنك حتم عليك. مم. مم. علشان تفضل تعرف تكمل، مم. انت لازم تحافظ على استمراريتك. تمام. بس فانت من المدرسه بتاعت انا عندي سعر واحد، ما بس عنديش حشو ب50 وحشو ب100 للأ... وحشو ب1000 مثلا يعني يعني. انا ضده اصلا، يعني لا ده الكونسبت هو ان انا انا ضده. عندي ستاندرد انا ماشي بيه ما شوف بنزلش انت عنه عايز تروح دلوقتي. لاي سيجمنت وافتح، انا مش معترض مم. على فكره. بتاع مم. سي ده ممتاز، مم. وربنا يديله الصحه وحاجه ومتهيألي كويسه، هو محتاج والبي ده يبدأ كده كويس. في ناس مش من انصار عشان هذه اكسبيرينس المدرسه. يعني. لا، هو بيشوف ان هو اخذ الاكسبيرينس في خلال الجامعه وفي خلال الامتياز وسنه كده اتدلع في الكورسات، فعايز يتارجت على طول كلاس وأقدم ايه. الشغل الصح اللي انا هو اتعلمته شايف كده المظبوط، يعني. ما نزلش. هحترم المدرسه دي يعني، مش مم. بقولك، بس انا مش من انصارها. مم. يعني انا احترمها لكن انا مش من انصارها. مم. انا شايف ان انت لازم يطلع عينك. انا شايف ان انت لازم فعلا تلف في كذا مكان. انا شايف ان انت لازم تتعلم من اللي اكبر منك طريقه التعامل مع البشر. مم. يعني انا بستفيد لما بقول لك على دكتور محمد يحيى. لا، كان حد إليجنت كده بيتعامل بشياكه كده مم. مع البيشنت، سواء ميل في ميل لا لا، ده بتكسبه، بتكسبه طبعا. شياكة. طبعا انت، ما هو ده فرق معاك في الديل بتاعك مم. ده. طيب بنخش بقى في حتة الأجهزة اللي هو تالت فاكتور. الأجهزة برضو اخترتها ازاي؟ الاجهزه حدث ولا حرج بدأت بالذات في التوقيت بإيه؟ دلوقتي. لا أنا بتكلم من ساعة ما بدأت وبعدين من عملت ساعه ما أبجريد بدات ازاي؟ طبعا انت بقى وكنت بتختار على أي أساس؟ يعني إيه الحاجه المعيار اللي أنت بتختاره الصراحه على أساسه؟ الحاجه اللي هتخليك تابجريد طول الوقت. مم. يعني انت عايز من لما تروح تاخد كورس مثلا علشان خاطر تتعلم ماده علميه ما، كنت بتلاقي تولز مختلفه موجوده او بتلاقي equipment موجوده مع الدكتور اللي بيشرح او الدكتور اللي بيأدي. مم.
فكنت بتبقى كين قوي ان انت عايز الكلام ده انت تمسكه في ايديك ويبقى بتاعك كده وتشتغل بيه لا انا اقصد ان علشان تسيف الدنيا تايم. برضو ابتدت تتغير بسرعة جدا من ساعة ما بدأت. يعني في 2014 ده احنا الفكرة بتاعت الاوتوكلاف الكلاس بي ده احنا كنا بنقول للناس يا جماعة هاتوا كلاس بي، الناس كانت بتقول لك انت بتتكلم في ايه؟ كلاس ان الوحيد اللي كان موجود بالنسبة ايوه انا للتعقيم. كنت واخد الاي كليف، اه انا كنت واخد خدت الاي يعني كليف احنا فاكر. كنا بنقول للناس يا جماعة احنا لازم نشتغل في كلاس بي، لازم عشان م. التعقيم وعشان الحاجات الهولو وعشان التفاصيل كتير قوي في كلاس بي وعشان في دراينج سايكل والكلام ده. الناس كلها كانت شغاله في براندين كانوا مشهورين جدا في ايوه هذا الوقت ايوه. وكانوا هم اللي بيبيعوا بس، وكانت كل الناس شغاله بكلاس ان. م. فلما ابتدينا نقنع الناس بكلاس بي، شوف من بالاي كليف 2014 انا النهارده فاكر ما فيش انا فاكر حد لغايه دلوقتي عندي على فكره في المكان كان وشغال. كليف. ايوه 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 الله اكبر، والله. برضه ايوه امسك ايوه الخشب تاتش برضه. وود امسك ايوه. الخشب. يعني اللي انا عايز اقوله ان الاجهزه بتتغير مهم. بسرعه رهيبه جدا. دي حقيقة. فانت عملت ايه عشان تواكب التطور ده، السرعه دي في تغيير في ان انت الاجهزه؟ لازم تروح تجيب الجهاز لو ما تقتنع بيه 100% زي موضوع الاوتوكلاف. موضوع بتهيألي مثلا انت من اول الروتري الدكاتره اللي جابت كلاس بي في السويس. دي حقيقة الحمد يعني احنا لله. كان في 2014 كان بس كل الناس شغاله بكلاس كان ان. الى من رحم ربي، لا كان في برضو عيادات موجودة، بس احنا بنتكلم على الاي كليف ده كان بالنسبة لي كان عارف انت اللي هو ايه اللي داخل بيه يعني. اي بعد كده بقى عندك حاجات تانية زي الروتري برضو كان منزل اجهزة كتير قوي روتري. ما كانش بنتكلم على موجود كانش اصلا. موجود، يعني بتهيألي انت ما بدات ما كانش في ما حاجه كانش اسمها ما روتري، كنتش شغال كله بروتري، مانيوال بس. بس كان موجود بالنسبه لي وانا بدرس في الجامعه على النهارده كتاب. بتهيألي ما فيش كان عياده. مانيوال فايل. اه دلوقتي مفيش عياده الاماكن بتبدا من اللي غير هي روتري الشعبيه او اللي هي بلاش الشعبيه اللي هي الجامعات الخيريه ما بتشتغلش دلوقتي غير بالروتري. بالروتري طبعا، اه بقى حاجه اساسيه ما انا بقاش عايز اوبشن اقول لك يعني. ان السنسور والسنسور دلوقتي دلوقتي ما برضو بقى حاجه بيزك. افلام بحكم ان احنا شغالين في الماتيريالز برضو. احنا الماتيريالز يعني محدش بقى بيجيب افلام بتهيألي اليومين خلاص دول خلص. غير شويه في الجامعه مم. شويه بعض مم. الاوقات يعني في الجامعه بيطلبوا منهم البريابيكال الافلام العاديه، او لو دكتور مزنوق السنسور بتاعه باظ. ايوه ايوه. بس ما بقاش فيك ان انت لا تشتغل فاضطريت ان انت تواكب كل ده حتى لو انت هتنفست فيه يعني. انت ما كانش بيطلع لك انت المفروض يطلع لك رقم كده فلوس تبدا تحوشه بقى. مظبوط. لا احنا كنا بنحوش في العياده. اه ايه رايكم هنعمل ايه في هننفست فلوس؟ ازاي؟ يلا هات كرسي جديد، يلا هنكستند. لا بقول لك ايه، احنا هنجيب جهاز جديد، احنا هنروح لحته السكان. لا احنا وصلنا في الاخر جبنا بانوراما. ما شاء الله. يعني اصبح ان الناس كانت شايفه ان ده يعني بانوراما ليه؟ مم. يعني انتوا في مركز ليه تحطوا بانوراما؟ الموضوع الجديد على برضو خلي بالك انا بتكلم على محافظه السويس، مم. ان احنا نبقى جايبين بانوراما ككوست غالي قصاد ان انت مش عمليه تجاريه خلي بالك. يعني انت اه دايما لما بتجيب الجهاز انت عايز تطلع ثمنه، لا انت البانوراما مش هتعرف تطلع ثمنه على الكوست بس بتاعه، لان بتساعدك. البرايس بتاعه بس هي بتساعدك. بتساعدك في الشغل هي بتاعك. اصبحت اه بتساعدك، بقت عامل مساعد ليك. بتسيف تايم ليك كبير جدا. مش هتكتب لسه للبيشنت روح اتفضل اعمل لي بانوراما بعد اذنك وارجع صور لي تاني. وتعالى لي. يعني الموضوع ده هيدك برضو خلي بالك. فانت اصبحت بتسلكت الايكويبمنت اللي هتسهل لك امورك في شغلك، اللي هتريح عيانك، اللي مش هتخلي الموضوع ايه يطول معاك في زيارات كتير او في خلافه. تمام. بس طيب فكان لازم تواكب التلاتة دول مع بعض، والادارات بقى والكلام ده. زي الفل. طيب هنخش في حته الاداره دي. مهم. النهارده انت بتقول لي عندك 16 دكتور شغالين معاك، مهم. وعندك طبعا ستاف من التمريض، ستاف من الاسيستنت، ستاف من الاداريين يعني زي الحسابات والكلام ده. تمام. ازاي بتقدر تدير المجموعه دي كلها من دكاتره ومن فنيين ومن اداريين ومن وفي نفس الوقت يوصلوك للتارجت اللي انت محتاجه؟ يعني بتديرهم ازاي عشان يوصلوك للتارجت اللي انت محتاج تعمله؟ بص هو السلوجان بتاع الاس اي اس عيادات الريدي ده كان اول ما جينا نحطه صفاء واحمد وساره. ايوه. لا كان ايه اصلا، عيادات الريدي هتبقى جزء من عيلتكم. الله. يعني هو كان التارجت مثلا هنتكلم على الماتيريال. انت التاني معلش حته كده يعني، الماتيريال اللي انت هتحطها لاخوك في بقه وتشتغل في اسنانه او والدتك او والدك اللي او ترضى بيها لنفسك يعني. الله ينور عليك. يعني اتعامل كده مع كل بيشنت هيخش العياده. نفس الكلام بقى مع الستاف، مع الدكاتره.
انت بتحاول توصل طول الوقت لتارجت ان احنا يا جماعه عيله واحده. حلو. حتى لو انت يعني بعض الوقت اكيد مش بتعرف تبقى حاكم الامر ده، بس انت طول الوقت اجتهادك على ايه؟ احنا مع بعض، احنا عيله. تمام. اللي انتوا عايزينه تمام. انت لازم بتحاول تجتهد انك تراضي دكتورك علشان على الاقل هو يحس ان ده مكانه، بدام انت خلاص بقيت تراست فيه. اكيد. بدام انت تراست فيه علميا، بقيت تراست فيه ان هو عنده لويالتي ليك، انت كمان لازم تنمي اللويالتي بتاعتك ليه. خلاص. وصدقني ده انا بشوفه احسن، مع ان في مدارس تانية تقول لك لا، 1+1 بيساوي 2. هو طبعا هو 1+1 بيساوي 2، انا ده عارف. اللي بينجح على فكره. ما انا مش عارف، بس يعني بشوف الطريقه بتاعت في ان روح انا القانون. ايوه في روح هي دي اللي القانون، انا ما ده عايز كده كده. اجيبها. ولكن انا شايف ان هو 1+1 بيساوي 2، ده اللي بينجح اي منظومه. ما هو طبعا، ما هو ماشي، ما انت بتمشي بعد كده لا يصح الا الصحيح يعني. ما انت هو ده اللي انت بتمشي بيه في الاخر. بس في جزئيات، اصلا انا هحس ازاي ان انت بتعتبرني ان انا فعلا واحد من عيلتك؟ ايوه. ما انت لازم تشفع لي يعني. ما انت لازم تحسب رصيدي اللي انا قدمته. خلي بالك برضو ايه العشم ده اللي بيبقى في مصر ده دايما بيودي القصه في حته مش ظريفه يعني، بالنسبه لاي مؤسسه على كبيره فكره يعني. عشان كده بقولك لا يصح الا الايه؟ الصحيح. يعني انت لو لقيت ان الموضوع بالبلدي بهوأ، لا تعالى هنا خلاص، ما عادش فيه يعني منه. انت شايف ان انت بتعاملهم كعيله كافراد اه من جوه العياده. هم نفسهم بقى بقينا ده الكونسبت اللي مزروع ما بيننا طب يعني. ازاي يعني بتدير قصه الحسابات، بتدير قصه الكشف، الفلوس، الكشف له عندك لا يا بيمشي كبير، ازاي؟ انت بتخلص بقى، انت بتخلي كل واحد هو متخصص في حاجه متخصص في معينه. حاجه. يعني فكره ان ليه ساره وصفاء واحمد ايوه. ان ليه مع بعض قررنا، لقينا كل واحد متميز في حاجه. مظبوط. يعني ده متميز هيديل ازاي، دي متميزه في ان هي تعمل ازاي مع ستاف، مع الدكاتره في الماتيريال، حد عنده فوكس في حاجه غير الشطاره العلميه يعني، غير ان التخصصات مختلفه. فاصبح بعد كده ان احنا بدام ده مبدأنا من الاول، بقينا بنسلكت ناس موظفين. خلاص ده استاذ فلان مسؤول حسابات، استاذه علان مسؤوله عن الماتيريال، مين مسؤول عن الضرايب، مين مسؤول عن عن التعقيم تعاقدات. والتعاقدات الطبيه. انا سامع انت مين من اشهر الدكاتره اللي عندهم تعاقدات في السويس يعني، عشان لان في بدأناها شركات من بترول بدري. وفي شركات كتير، ما هو عشان بدأناها شركات كبيره يعني. بدأناها من بدري موضوع التعاقدات. وعلى فكرة كانت وعكة في فترة من الفترات، يعني في 2016 2017 كان في دروب حلو جدا يعني. 16 17 اه دروب في ايه الشركة من الشركات مثلا ما جابتش فلوس يعني كانت دي مشكله حصلت يعني. كانت دروب من ضمن الدروبات اللي حصلت واحنا ماشيين صرفت يعني. ازاي بقى مع القصه دي؟ ما فيش، هو انت بيصيبك احباط ابن لذينه ان انت خلاص مش عايز اكمل، مش عايز اشتغل. انا مش كان عايز مبلغ اكمل. كبير يعني. كان هو يعني عدى ال70 في 2016 ساعتها بقى وانت لسه يعني واحنا بادي بقى فكان بنتكلم ان احنا يا جماعه في الاول لسه بنحاول يعني، انت اه فاهم، احنا بادئين بكرسي، فاهم، احنا بنحاول نقوم. فحسستك ان دي يعني طبعا ايه كانت قطمة مصيبه ظهر كبيره. يعني. طبعا. وكنت بتفكر ان انت ما تكملش، رحت تنام وتصحى بقى تقول طب ايه اعوض الخساره، تلاقي في بعض المؤشرات اللي بتجيلك لا قوم، لا كمل، لا مش على قد تعويض، لا هي جايه، بس اتقل بس يعني اكيد انت وقعت في مشاكل كتير على مدار بص السنين اللي اشتغلت فيهم. انا مقتنع مش عارف تعرف اديسون ليه كلمه مشهوره قوي بيقول لك ايه؟ انا ما فشلتش، انا حاولت 10,000 مره بس هم ما نفعوش. هو ما فشلش بس ايوه هو حاول، بس هو هو حاول مش مسمي يعني الخبرات مش بتاعتي دي مسمي فشل. 10,000 مره ده فشل. هي محاولات يعني 10,000 مره وقد بحاول. تفشل. مظبوط. انا 10,000 مره بحاول، هي اللي هم اللي ما نجحوش يعني، فاهم، لحد ما اوصل ايه للي انا عايزه. وفي كل مره من محاولاتي دي كنت بجني حاجه، بقرب بتعلم اكتر حاجه. بقرب للي انا عايزه. وده حقيقي يعني، انت كل مره فعلا بتلاقي نفسك. وعلى فكره مش لازم تلاقي حصاد اللي انت بتقوله دلوقتي، يعني في الموقف اللي انت فيه هتلاقي نفسك بتجنيه ممكن بعد 3 سنين، وتقول ده اللي انا كنت اتعلمته من ايه، من 3 سنين في الموقف الفلاني. صحيح.
فكان لا اديسون في الاخر قال لك ايه، لو انا كنت اعتبرت ال 10,000 مره محاوله ما كانش فشل. العالم نور دلوقتي. صحيح، هو لو كان فشل وقعد جنب بس المحاولة الفاشلة الأولانية ولا التانية ولا وقعد يقول التالتة لك ولا مره الخامسة فتيل كان باين زمانه. ومره قطن ومره خيوط انسجه عشان يحاول قعد يحاول كل دي محاولات لحد ما وصل في الاخر اللي هو عايزه. طيب انت ايه رأيك في قصة الشراكات؟ يعني هل بسبب الظروف برضو المادية دلوقتي وان اسعار الحاجة بقت غالية وبتاع، بقى في دكاترة كتير بتفكر ان هي تخش شراكات في عيادات علشان تفتح عيادة تبقى يعني satisfied بالنسبة لهم، ولا ان انت تفتح عيادة لوحدك عشان بعد كده مستقبلا ما يبقاش في مشاكل وخلافات الشراكات اللي احنا بنشوفها؟ ما هو ده يرجع لشخصيتك ايه. يعني اصل انت من البداية بتقول لي بدأتها احنا شراكه، احنا شراكة شراكه وبدأنا طبعا. شراكة احنا التلاتة ما هو وي وي يرجع وي. انت دماغك ايه. مم. انت في بعض الافراد والاشخاص يعني يقول لك انا مش بحب حد يتزايد عليا في رايي، انا عارف انا بقول ايه، وده موجود يعني كتير جدا. ما هو لو احنا مقسمينها كل واحد ليه ما شغلانة معينة في علشان الشركة كده، ما هو ده اللي فخلاص. بتكلم فيه بقى. ما دام انت حطيت الرولز ان انت مسؤول عن كذا وانا مش هتدخل في كذا، ده بس هنبقى نقعد ونتحاسب عليه مم. خلاص. وانا كمان مسؤول عن كذا وبقعد وحاسبني بس برضه. دايما بيبقى في مقولة بتقول المركب اللي ليها اكتر من رئيس بتغرق، ما هو علشان كده احنا ما خليناش كل فانتوا من واحد البداية رئيس، متفقين ان كل في واحد رئيس يمسك حاجه. وفي رئيس لا واحد في اتفاق بالفوت. بالفوت كل انت حاجة. هتمشي كده بقى مع كله. مم. لكن الشراكه اللي هو لا انا جاي اثبت نفسي عليك كمبدأ، انت بتقول لي انت مع المبدأ ده ولا ضده، هو انا مظبوط. اكيد معاه بس على حسب الشخصيات. مم. ما تروحش تشارك حد انت شخصيا مش عارف تتفاهم معاه. بس انت لحد النهاردة ما شاء الله ما شاء الله، يعني انت في قصة الشراكة دي ماشي الدنيا تمام الحمد لله الحمد لحتى لله. وقتنا هذا يا رب. يعني يعني الحمد اللهم لله. احفظها وديما نعمه يعني. مسكت بس الخشب يعني وسمينا الحمد وباركنا لله. وخمسنا وعملنا كل ايوه حاجة. بس يعني انت مع الفكرة دي؟ انا مع الفكره علشان خاطر مجالنا كبير. مم. انا مع الفكره لان واسع قوي كتخصصات، كميشنز بتقوم بيها. خلي بالك انت دلوقتي عيادات الاسنان ما بقتش على قد دكاتره شاطرين، لا. مم. مم. انت حتى بقى دلوقتي في المؤتمرات الكبيره بقى بيدخلوا الايتم بتاع الماركتنج والبيزنس وايز ازاي هتديل فيه. انت الموضوع بقى ليه علاقه ازاي هتسيستم الدنيا، تربط الفروع ببعض لو هتشتغل، ازاي تسيستم البيشنت بتوعك، ازاي هتسيستم الدكاتره بتوعك، مم. ازاي هتسيستم الاستاف بتاعك. لا الموضوع بقى هدك، ما بقاش فكره انا دكتور شاطر. في دكاتره شاطرين دلوقتي مش يعني انا اسف مش موجودين، رغم ان هم اشطر مني واشطر من ناس ما دي موجوده، حقيقة ما دي بس هم حقيقة. مش موجودين. مم. ليه؟ لان هم فقدوا تالنت الاداره الماركتينج، لا بقى اصبح كده. طيب في سؤال اكلاشيه كده بيتقال دايما، ايوه يقول لك العيان بيروح للدكتور الاشطر ولا الاشهر؟ بما انك فتحت الحتة بتاعت اشهر واشطر دي. بص هيروح للاشهر مم. بس مش هيكمل لو هو مش شاطر. هيروح للاشطر ايوه بس للاشطر ولا الاشهر؟ الاشهر هيروح للاشهر. للاشهر بس مش هيكمل معاه لو ماشي. هو فعلا مش شاطر. مم. يعني فكره الاشهر دي موجوده بقت على الساحه. بس في ناس كتير دلوقتي بقوا مشهورين مهم. بس هم ما بيشتغلوش اصلا، يعني هم موجودين اوريدي، هو البراند مهم. هو الستار بتاع العيادة، ولكن هو عنده ناس كتير جدا شاطرين تحتيه، فما بقاش فالناس بتحب تروح للاشهر. هو اكيد هيبقى عنده سيرفيس كويسه. صدقني بس اللي انا بشوفه يعني المعادله الاكبر ان دايما تلاقي ان ان العيان مرتبط قوي بالدكتور بتاعه، بالذات في دكتور السنان. انا شايف ان القصه دي اتغيرت دلوقتي، مش متهيألي يعني. هي داخله في محور التغيير، انا معاك يعني برضو. دلوقتي انت بقيت العيادات صاحب العياده هو اصلا ما بيقابلش الدكتور، اصلا ما بيقابلش العيان اصلا، هو عنده ناس تانيين هايلين في بص انا في ناس السبيشاليتي كانت بتاعتهم. مستغربه ان ازاي انا ودكتوره ساره ودكتوره صفاء رغم ان بقى في مثلا دكاتره تحت مننا كتير، انتوا ليه بتشتغلوا بايديكم لغايه دلوقتي؟ تمام. يعني اتسالني بس في السؤال كيسز ده. معينه، يعني في حالات معينه عايز اقول برضه. لك احنا موجودين، لا موجودين ولينا ماشي شفتات بس ثابته بس وبقينا في موجودين في السبيشاليتي الفرعين. برضه بتاعتك، ما هو مش طبعا ما ما هو بتشتغلش كل اكيد حاجه. اكيد ما هو بتخصصاتك، ما احنا مم. الباقي هيعمل ايه؟ ما هو طيب بالظبط. ما هو يعني بس موجودين. طيب ما ما هو انا جاي ينفعش. مثلا بس اعمل اللي بتحكيه سكيلينج بقى مثلا. دلوقتي في ناس ما بقتش موجوده خالص. مم. يعني في ناس من اللي حضرتك شاطرين بتقولها جدا وهو شغال لوحده وبتاع. لا من الاسماء اللي حضرتك بتقول في اسماء كبيره، مم. لا دي ما ما بتخشش اصلا بيشتغلش. خالص، لا ولا عارف. ولا جزء ولا مش جزء، هو قاعد في مكتب الاداره جوه.
وانا شايف ان ده برضو مش عيب. هو يعني ذكاء، هو ذكاء انا شايف يعني. ان ما هو حدش يكره يعمل كده يعني، وصل ما اكيد. لمرحلة بقى عنده في كل حتة، يعني بقى عامل زي المدير الفني، ما انا بقولك يا ريت الواحد يقدر يوصل عنده لهذه جايب المرحله. لعيبة في كل مركز من مراكز الملعب، مم. فمش محتاج ان انا انزل العب، هم اوريدي بيجيبوا جوان. فانا يعني شايف ان دي مدرسة دي مدرسه حلوة برضو. وتحترم برضو، بس انا بحب اجيب الجون. انت بتحب يعني انا من تهدف. الناس اللي بتحب تجيب جوان، يعني ما احب اقدرش ابقى ما, رقم 10. ما... لا يعني فعلا بتحس بمتعه. يعني انا لما بسافر في وقت واخد اجازه، والله لو الاجازه زادت عن 5 ايام، اسبوع ماكسيمم، انا فعلا بحس ان انا ابتديت اهرش، انا عايز انزل، انا عايز اروح انا الشغل. نفسي اخد السبت اجازة. ايوه بالظبط، اللي مفيش. ايوه. سبت بس. لا والله انا انا الجمعه بس، ومش دايما، طب يعني ساعات انت بنزل. طب انت برضو من الناحية بقى البيت والأسرة وأولاد والحتة دي، عارف ان ده سؤال خارج السياق، بس يعني اه، بتراعي القصة دي ازاي مع اكتر ناس الشغل؟ مظلومين في الدنيا. هم اه طبعا. يعني لو قلت غير كده ابقى ضلالي. من هنا بقى نوجه تحية لأسرة الدكتور أحمد الريدي اكتر. وأسرتي أنا كمان يعني. ايوه اكتر ناس مظلومه يعني. لا صعب. واعتقد انت كمان ما بتعرفش تعمل ده. صعب، لا يعني مشاكل ما قد كده بسبب الشغل وبسبب الضغط الحياة والشغل، بس بس احنا ما بقيناش عارفين نعمل غير كده، خلاص احنا دي حقيقة، تحس ان علشان انت خاطر اتحطيت على التراك الوقت ده بس كده. وانت حابب اللي انت بتعمله، مش عندك الهاجس بتاع انا هريح بقى شويه. صح. ما بقاش ما بقاش فيه فيها راحه، انت رفاهيه. بقيت شايل هم انت اخر الشهر. لا مش هتعمل للدرجه ايه دي. للناس اللي عندك؟ شايل همهم، مش لدرجه اخر هي الشهر. انت شايل النهارده هم ناسك. انت لو شلت رجلك من على البنزين العربيه هتقف. صح. هي نفس القصه. انت لو شلت رجلك من على البنزين، شلت رجلك من ان انت تكمل، يعني على صح فكره الاستمراريه دي صعبه جدا، جدا. انت تفضل مكمل مستمر حتى لو ليه؟ ما هو قالك في نفس النجاح، الحته اللي انت سهل فيها. واستمراريته هي اللي مظبوط، صعب الاستمراريه دي صعبه جدا. جدا، وضربتها عاليه جدا. فعشان تشيل رجلك من على البنزين انت هتركن زي ناس كتير ركنت م- للاسف يعني. طيب لو عايز تستثمر استثمار جديد، مهم. تعمله في عياده جديده ولا في مركز تعليمي ولا في حاجه تانية احنا ما نعرفهاش؟ حلوه، حاجه تانية ما تعرفهاش دي. قول لنا بقى. ما هو حاجه انتوا مش هتعرفوها بقى. طب ما تقول. صح ولا ايه؟ تدينا حاجه لا اكسكلوسيف. هتكلم على نتكلم على فكره المراكز التعليميه، خاصه ان احنا حلو. كنا بنتكلم على فكره فكر في الاستثمار في الحته دي. جدا جدا، لان هي فعلا تعليم. محتاجه جدا. احنا بنتكلم دلوقتي ان في اكتر من 70 جامعه زي ما قلنا كده بتطلع دكاتره اسنان، وفعلا هم متجهين في كذا حاجه ومشتتين جدا ومعذورين جدا. يعني يعني انا متفق معاهم وحاسس بيهم جدا والله. لو انا شايفك مؤخرا ابتديت تعمل كورسات او تعمل الفكره زي كلها، بص ستوك أصل انا ما كده عنديش حد في عيلتي دكتور سنان. اصلا. يعني انا عيلتي كلها بحر، يعني كلها ليها علاقه بالتوكيلات الملاحيه وخلافه، ملهاش وتموين سفن من اول جدي والكلام ده. يعني احنا يعني مفيش غير انا واخويا اللي طلعنا بايظين، هو صيدلي وانا اسنان. لا حول ولا قوه. ملناش دعوه. ليه كده يا دكتور احمد؟ يعني ملناش دعوه. ففكره ان انت ما تلاقيش حد يسبورت معاك، او على الاقل يرسم لك الاوتلاينز اللي هتمشي عليها، انت تايه. انت ماشي. يمكن عشان كده بعتز بالناس اللي وقفت معايا في الاول، رغم ان هم ممكن ما عملوش حاجه، هم بس قالوا يبقى روح هنا وتعالى هنا كده شويه. يعني وجهوك. سواء الدكتور محمد اللي قلت لك عليه، دكتور محمد يحيى، والدكتور محمود العنكيلي، في ناس كده. ده طبعا بغض النظر عن الاس اي اس دول بقى معايا، دول هم رحله الكفاح. يعني وليهم كل واحد فيهم ليه قصه وروايه يعني. بس انا بتكلم على الاساتذه الكبار. ليه بتعتز بيهم قوي قوي قوي؟ لان انت كنت تايه. فكم واحد طالع من الاجيال الجديده اللي خريج من الجامعات ده تايهين نفس ولا التوهه دي. ليه اب اسنانه ولا اخ ولا طريق، مش عارف يسلك، مش عارف يمشي، هيمشي يروح فين؟ هو مش فاهم حاجه. طب ايه النصيحه اللي تقولها لدكتور سنان، او لو احنا افترضنا ان احمد الريدي لسه خريج النهارده، تقول له ايه النهارده؟ ايه النصيحه اللي تديها له بعد خبرتك دي كلها؟ لسه خارج النهارده. افكر بره الصندوق. هو فين الصندوق اصلا؟ لا والله هو مش عارف الصندوق فين. والله العظيم افكر ادور على افكار جديده. زي يعني كنا اتكلمنا، كنت بدي في مره كده، كان في المؤتمر بتاع السويس، اتكلمنا في فكره موضوع العيادات المتنقله. قول لي فين كم محافظه فيها الاوبشن ده؟
هنا في القاهره مفيش غير واحد او اتنين اللي بيعملوا اللقطه دي. ودي خدمه على فكره بقت ناس كتيره محتاجاها، سواء كبار سن او سواء ناس عاجزه ان هي مش قادره تروح لحد بس دكتور في ناس السنان. كتير بتشتري اللي هي البورتابل دينتال يونت وبيروحوا العيانين في مش البيت. عددهم صدقني مش كبير، لا بقى في يونتس كامله، وبقى في ناس بتعملها من باب الكسل والشياكه، اه وبقى يجيبوا في موجود. البيت. يجي له في بس انت مش البيت، هتعرف تعمل كل وبفيزا عاليه، وبتبقى فيزا عاليه. برضه ما اعتقدش انت تعرف تعمل كل البروسيجرز المتاحه في طب الاسنان في اقدر البيت. اتكلم في ان هي 80% اقدر تنفذها. 80% تقدر في تنفذها عادي. البيت. بدل ما يعني تقدر تعمل امبلانت مثلا او حاجه كده؟ صعب هحتاج اكويبمنت اكتر. طيب. ما ماشي، بس هو انت مش رايح البيت ما تعمل هو اصل امبلانت، بس انا بتكلم كفكره. مم. انت بتقول لي ايه الافكار اللي ممكن تكون بره الصندوق. مم. بلاش ما تروحليش لمكان في عدد كبير جدا من المنافسين، وانت وناس تقال يعني شاركس زي ما بيقولوا كده، مم. وانت جاي تقول لي انا عايز ابقى جامد، وجاي ابقى شارك وسطهم بسهوله كده، ومش مستني وقعات ومش مستني اخفاقات. لا. يعني المكان، تقصد ان المكان عليه عامل كبير. تعال روح بدر. مم. بدر ما لا يعني بدر لسه سوق بدر بكر. من السويس. انا بتكلم اوفر اول، احنا مش بنتكلم على المناطق السويس او مم. القاهره. انا بتكلم كماجورتي ناس لسه متخرجه، وهتعمل ايه؟ مم. يعني السؤال اللي انت قلت في الاول، لو انت لسه متخرج النهارده هتفكر مم. ازاي؟ مم. هفكر بره الصندوق. يعني هشوف الناس رايحه فين، هروح حته في تانية. حته تانية. يعني لا، الناس رايحه التجمع يا عم انا اروح بدر، يا عم انا مكتفي بسكان بدر، انا لسه سوق بكر. مم. هدور على فكره ان انا اجيب موضوع انت بتقول ان بقى موجود كتير، انا باكد لك ان في المحافظات والاقاليم مفيش. لسه مش موجود. وارد انه طب يكون انا في ليه ما محافظات. ليه ما اعملش يعني ما بين تقصد انت كل تشوف الدنيا ماشيه ازاي محتاجه ايه وايه مش وتحاول تفكر متقدم، في حاجه جديده بس تعمل. مم. لكن طيب بصراحه مش هروح اقول انا جامد جدا وهثبت وجودي اكتر، يعني مش هتبقى كده. طيب بيحب يعني او ترشح له يتعلم ايه جديد، يستثمر وقته في ايه؟ في الاجتهاد، وان السعي، يعني السعي لكل مجتهد النصيب، والسعي والكلام اللي احنا حافظينه ده حقيقه. ماشي. اول يعني حاجه، يتعلم ايه انت يتعلم ايه جديد؟ الاول كل واحد بيبقى متخرج من اسنان، مم. هو عارف هو متميز بقى في ايه، او على الاقل هو حب يشتغل ايه. يعني مم. في اللي بيخرج يقول لك انا ما طقش البروسيسز تركيبات. التركيبات المتحركه دي، وانا واحد من الناس على فكره كنت برضو. ما احبهاش خالص. مم. في حد تاني يقول لك لا انا بتكيف في الحشو العصب، مم. بفرح جدا، انا في غلطات معايا بس انا عايز اطور نفسي فيها. مم. يعني انت لازم تكون حابب الحاجه اللي هتطور نفسك فيها مم. علشان تمشي معاك. ما مم. انت ما تقولش انا هطور في حاجه انت مش طايقها. وبرضه دلوقتي بقى يعني التعليم بقى في حاجات كتير اونلاين، بقى في مؤتمرات ما شاء الله كتير جدا بتعمل كورسات وبتعمل حاجات، وفي حلو، ورك بس انت كتيرة لازم بعد ما تاخد الماده العلميه دي حاول تنزل تطبقها. مم. ما بص، احنا يعني عارف الجمله دي هتزعل ناس مني، مم. الدكاتره احنا صنايعيه. صناعية. احنا صنايعيه يا باشا، احنا بنشتغل يلا يا باشا. بايدينا. على الله ان شاء اه الله. اه لا والله، يعني تعالى فكر، انت عندك في حرفة اكتر، طبعا كبيرة انت جدا شغال مع دكتور بايدك. السنان يعني طبعا. لازم يبقى عندك اكتر من 60% معلومات، و40% انت لازم تمتلك فيها مهارة يدوية. مم. يعني مع احترامي برضو الكامل، دكاترة الباطنة تقدر تكتب لك الروشتة بتاعتها وهي قاعدة، اه وحضرتك وادي التحاليل اللي انا روح محتاجها، اعملها وتعالى. وتفضل تعالى لي بقى الاسبوع الجاي استشارة عشان اشوف الايه، اشوف عملت النتيجة ايه؟ التحاليل وبتاع، اغير لك الدواء ولا لا، سو مم. هيعمل لك ايه. مم. لكن انت لا، انت بتخش عصب، لا انت بتعمل بريبريشن للكراون، انت بتبرد وانت بتشكل حاجه، فتقصد هو محتاج فينيرد يبراكتس بتاكل. اكتر طبعا انت بايده، طبعا بس انت محتاج يكون اتعلم حاجة عشان يبراكتس. ما هو ده اهو، انا بقول مم. لك اهو لازم يتعلم كويس قوي، مم. ويبقى عنده النولج الكافيه قوي، ويحضر كورسات قويه ويشوف نفسه، بس لازم ينزل يطبق. مم. ما هو انت هتفضل يعني ايه الا لو انت حد اكاديمي، ده حوار تاني. اه انت حد اكاديمي فبتدرس المعلومات وشاطر جدا ان انت مم. تعرف تدرسها. مم. لكن تعالى ننزل الملعب بقى، لازم تبقى شغال بايدك. لازم طبعا. مم. يعني زي المديرين والاداريين الكبار اللي, اه اللي لسه كنت بتحكي عليهم، هم فراوده في الاداره، بس وهو عارف ده على فكره، عشان كده ده هو الناس بتحترمه. مم. يعني هو ايه، هو عارف ده، يقول لك لا ما نخشش، مم. بس انا هجيب لكم حد كفاءه، خش يعمل يلا. القصة دي. اي ايوه. خلاص، مم. اي ريسبكت يعني. طيب
في مجال بقى يعني في فترة شغلك دي من ساعة ما اتخرجت لحد النهاردة، أكيد في أشخاص كده أثروا في حياتك وأشخاص نفسك يخرجوا بره حياتك. مين الأشخاص اللي أثروا في حياتك؟ ويا ريت تقول لنا موقف. والأشخاص اللي نفسك يخرجوا من حياتك خالص، ولو عايز تقول لنا موقف قول لنا. ده سؤال جديد مش أنا متفقين عليه ده. اخترعته أنا اخترعته دلوقتي أنا يعني. بس يعني فكر في حاجة لا كده. لا، أكيد في أشخاص نفسك تشكرهم، ده أكيد. هو طبعا اكيد طبعا يعني اشخاص كتير لو هنتكلم في الاشخاص من يعني اول. أكتر ثلاث أشخاص أثروا في حياتك، أثروا في أحمد الريدي. بره عيلتي طبعا، يعني بره في ابويا عيلتك، بره عيلتك، زي ما أنت بره ابويا الله عايز. يرحمه او اخواتي الاثنين يعني أنا عندي او أبويا مؤثر والدتي. فيا جدا لحد النهاردة. يعني ما أقدرش. يعني ما هم دول بيز يعني، لا اه يعني سواء ابويا او اخويا الكبير، اخويا الاكبر، والدتي، دول عايز حاجه مواقف اساسيه. يا دكتور أحمد. الواحد خايف يسقط حد، بس انت ما كده هو بتلزم. أكتر يعني ثلاثة هقول لك أكتر دكتوره ثلاثة أثروا في فيك. عندي دكتوره صفاء، دكتوره صفاء سعيد ودكتوره ساره سعيد. هم فرقوا معايا في مواقف كتير. كانت فتره ما انت بتقع وبتقوم بنتعلم مع بعض حاجه، بتعلمني. بس يعني ايه، دايما كانت هي دكتورة سارة ولا سبقانه. دكتورة دكتورة صفاء؟ صفاء هي صفاء. اكبر. مم. تمام، هي مم. اكبر، بس يعني الكلام ده ما ينفعش اه يتقال، يعني هي لا، هي اصغر. كده أصغر هي بكتير اصغر بكتير يا دكتور أحمد. بس. كمل. فلا كانت تعلم، يعني هي ربنا يحميها ويحفظها، بتعلم. دكتورة سارة بقى كانت ممكن تسبورتك في حاجات تانية برضو. فدول من الشخصيتين اللي ربنا يحفظهم، لا ليهم اثر كبير. أثروا فيك. طبعا طبعا مم. بشكل ايجابي كبير. مم. في بقى الدكاترة اللي بحبها، اللي هي اللي فرقت لي برضو وقت الدعم اللي انا كنت محتاجه. الدكتور محمود العنكيلي، يعني انا بالنسبة لي الراجل ده. دكتور محمود أكيد لا دكتور محمود نوجه له العنكيلي تحية بالنسبة لي انا جامد. في حتة تانية، يعني يعني واضح إن انا هو مؤثر فيك جدا جدا. جدا جدا. مم. انا عنكيلي اتعلمت منه إيه طيب دكتور محمود؟ الجدعنة. هو جدع. مم. هو عنده استعداد يجي لك من، بص، من كالامبور لو انت قلت يا له انا محتاجك، مم. وعملها معايا. مم. يعني هو حد في قمه الجدع، ما شفتش حد جدع زيه مم. حرفيا. ودايما اقول له طب اعمل ايه، طب اقول ايه يا دكتور؟ قول لي ما بتقولش حاجه، قول الله يبارك لك في عيالك بس، وخلاص. ويوم ماشي. ما يعني شاء لا، الله. حد كده هو جدع ومش معايا. مع كل يعني هو الناس هو هو بالطبيعة الجدع فطرة. جدع. بالفطرة. يعني هو الجدع جدع، فتعلمت منه تبقى جدع مع الكل، يبقى مم. جدع مع الكل. مم. ما هو بص، هو ربنا اللي بيرزق ومحدش بياخد رزق حد. دي حقيقة. قول للناس كل حاجه. مم. يعني انا ما عنديش فكره تبخلش على الاحتفاظ حد بالمعلومات بالتعليم، لا دي. لا لا قول خالص للناس كل خالص حاجه، وده خالص. يجتهد وده يجتهد وده يجتهد. مم. كل واحد ورزقه. طيب بلاش نقول ثلاثة تخرجهم من حياتك، بس حتى لو واحد عمل معاك موقف مش ظريف، مش لازم تقول الشخص يعني. واحد. والله ما يعني مفيش فعلا، يعني مفيش. الحمد لله. الدنيا ماشية مفيش حد. حلاوة يعني. يعني لا، مفيش شخص مضايقني، يعني هي مش موضوع حلقه، مفيش شخص مضايقني لدرجه ان انا عايز حاجة عملتها، طب بلاش شخص، اصل لو عايز حاجة. اطلعه من الحقيقه هطلعه بكره الصبح. يعني انا طيب ايه اللي هيبقى ليه الرغبه موجوده ومش عارف؟ طيب قادر وتعملها أنا عارف. يعني لا مش قصدي يعني. طيب طب بلاش شخص، موقف حصل أو مم. حاجة عملتها كنتش راضي عنها، نفسك تخرجها من مسيرتك اللي فاتت، أو نفسك تخرجها من حياتك قبل كده. ما هي بص، اي موقف وقعت فيه وانت ادركت ان هو غلط، او انا نظرتي دايما بتبقى للموقف بالشكل ده. مم. ما بندمش قد ما انا بدور انا ايجابيات الموقف كانت ايه معايا. مم. يعني براجع نفسي. انت اتعلمت في الموقف ده ان انت فعلا كان المفروض تطول بالك. انت استعجلت لدرجة ان انت لبست نفسك في الغلط. مم. انت، يعني بحاول على قد ما اقدر اجتهد طول الوقت ان اتعلم الغلطة او الموقف اللي حصل ايجابياته ايه. يعني وقت ما حصل موضوع الخسارة اللي بحكيها لك تبع شركة التأمين اه. القديمة دي، مم. دورت ان انا اتعلمت، لا اتعلمت كتير. اتعلمت ان كل ورقة احسبها ازاي، رايحة مم. فين، جاية منين، الماتيريال اللي اتصرفت على الحالات دي كانت قد ايه. ده كان حاجة من الحاجات اللي اتعلمتها. مم. اتعلمت في الموقف ده ان آه، ان انا معايا ناس جدعة. يعني ادركت قيمتهم، ادركت الفاليو بتاعهم. لا انت خد من الموقف الوحش
الحاجات الحلوه ونقيها هتطلع بحاجات حلوه كتير بس. اكيد. زي مبدأ كده برضو، انت لما بتروح اي مكان جديد مم. صدقني هتستفيد. مم. يعني رحت الجيش، مش متخيل انا وانا داخل الجيش كنت ناقم على حياتي ازاي. دي مهمه بص قوي الحته دي. ابويا ميت. اصل انا دخلت الجيش استنى الله بس. يرحمه. ابويا ميت ولسه مات في انا الجيش ولا قبل لا الجيش؟ قبل الجيش. قبل الجيش. فلسه متوفي، ميت متوفي وانا في الجامعه. مم. تمام. حالتي النفسيه بقى يعني تحت سيئة. الصفر جدا. وبعدين هو كان ايه بقى جايب، ما ينفعش اقول ولا عادي، جايب وصاية لاخواتي ان هم اللي يطلع واللي يبقى جيشه في النادي الاهلي ماشي. يعني عارف انت. فانا بقى ايه، فمات. رايح هلبس بقى، انا خلاص بقى لوحدي. اه لا لما قعدت في الجيش انا اتعلمت حاجات كتير. مم. لا الجيش ده والله مدرسة. العظيم اتعلمت مدرسة. حاجات كتير واول ما بتخش الجيش بتبقى ناقم على نفسك جدا جدا جدا، مش طايق نفسك. في النص بتبقى اتأقلمت، والله العظيم انا في الاخر بتبقى حابب الناس وحابب الدنيا جدا. والدنيا لا تمام. واتعلمت يعني. انا ما كنت شخص عمري ما كنت صبور، يمكن لغايه دلوقتي يمكن موضوع اهدى دي مش عندي، أيوة. بس بحاول اعلمها هاني يعني. اللي هو كان بيسموه ايه ايه الايه؟ مش عارف ايه، الالتزام النفسي ولا ضبط النفس. ضبط النفس. ضبط يقول النفس. لك ضبط النفس اهم حاجه، ضبط لا النفس. ضبط النفس حاجه والصبر حاجه، خلي بالك. لا هو ضبط النفس. انت بتتكلم على ضبط النفس. عشان بقى في ما واحد دايما فوقيك ايوه دايما كانت تتقال لك بيقول ايه، وبيعمل ضبط وروح النفس. وتعالى. معلش اضبط بقى، اهدى وضبط النفس. اضبط نفسك. حاجات الصبر. انا كنت جيشي في كاسفريت، فكنت قاعد في الصحراء، المغرب يأذن من هنا. بس ما كنتش في حاجه طبيه يعني، عياده او في حاجه؟ مكان طبي. في مكان طبي كنت مسؤول في المكان الطبي عيادة. ده، بس هي عياده مبنى. انتوا مدلعين يا دكتور. ما ده مدلعين. ثانيه بس، ده مبنى في الصحراء. مش مهم. المهم في مبنى. اصلا المهم ان في مبنى. قعدنا في انت من المغرب للفجر مفيش اي وسيله تسليه غير انك تبص للنجوم كده بس. تعد بقى. انت بس عد النهارده كام نجم وبكره كام نجم. انا حبيت ام كلثوم في النجوم. حبيتها في الجيش. اه مفيش اصل حاجه هسمعها لحد ما الليل يعدي غير ام ام كلثوم. كلثوم بقى ساعتين ثلاثه. الاغنيه الواحده عادي، خلصت 3 اغاني بس بعد نفس المغرب الجملة. لحد الفجر، اقوم اصلي بقى الفجر ونعيش. والله يا دكتور احمد انت من الدكاتره المقربين الى قلبي. والله ربنا يعني يلعن. بغض النظر عن الشغل وبغض النظر عن ان احنا نعرف بعض بقالنا انت سنين. بتتكلم في عشره يعني، بتتكلم في تقريبا كتير. انا اعرفك بقالي انا وانا almost 10 سنين تقريبا. يعني فبينا دايما شغل كتير، بينا صداقات، طبعا. بينا خروج، بينا كل ما بنروح السويس. طبعا انا ما ينفعش، انساش دي ما غرامة. انساش العزومه بتاعت السويس الاخيره دي. ايوه دي غرامة. مش لا عايزين نقول اعلان باسم بس المحل. اسم المحل، بس يعني راجل كريم وناجح والناس كلها بتحبك. ربنا يخليك. واحنا بنعتز وبنتشرف ان احنا دايما بنشتغل معاك. والله ده ودايما شرف لما ليا. حد بيقول لنا حاجتكم فين بنقول لهم والله عند دكتور احمد الريدي في وانا السويس. بالنسبه لي يعني علم. دكتور ايهاب وعلى فكره ورزق يعني كلكم كده العيله. التوليفه دي اصلا ربنا يا رب يحميكم يعني. انا ربنا يكرمك بحبكم يا دكتور جدا أحمد. يعني من زمان. احنا تراي جروب عامه. احنا سعداء جدا النهارده ان عملنا التوك الظريف اللطيف ده. ربنا يخليك. انا اللي وربنا فرحان والله. يعني يستر ان ما نكونش تقال على قلب الناس، ربنا يخليك. وان شاء الله يا نكرره رب. دايما كتير كتير يعني. ان شاء الله. ربنا يخليك يا كل رب. سنه وانت طيب يا حبيبي دكتور يا أحمد. باشمهندس. اشوفك دايما على خير. ان شاء الله على ربنا خير. يكرمك. وبكده نكون خلصنا حلقه النهارده، ويا رب يكون الحلقه او البودكاست ده لطيف وظريف وخفيف والناس استفادت منه. وان شاء الله استنونا في بودكاست جديد مع نجم جديد وحد من الناس الناجحين الجداد، ونشوفكم دايما على خير.